تصدرت الفنانة أيتن عامر الترند خلال الساعات اللي فاتت بعد انتشار خبر طلاقها من زوجها مدير التصوير عز العرب. الطلاق بين أيتن وعز تم بشكل رسمي وتم توثيقه لدى محامي شهير في المنيل، وده رغم ان أيتن ما اعلنتش عن الخبر بشكل رسمي. ورغم ان الطلاق وقع بالفعل بين الاتنين، الا ان عز العرب حتى الان ما غيرش حالته الاجتماعية على موقع فيسبوك. يعني لو تصفحنا دلوقتي الصفحة بتاعت عز العرب هنلاقي مكتوب عليها متزوج. وفي رد فعل مفاجئ على اخبار طلاقها، نشرت الفنانة أيتن عامر على ستوري انستجرام صورة الخبر طلاق دام بلزين بعد ايام من زواجه، وعلقت عليها أيتن بايموجي ساخر، وده اللي اعتبره الكثير من الناس انه تأكيد لخبر طلاقها، وانها خلاص بتتعامل مع خبر الطلاق انه معلن للرأي العام والجمهور. ورغم ان أيتن عامر ما اعلنتش سبب الطلاق حتى الان، كتير من الجمهور بدأوا يحاولوا يبحثوا عن السبب اللي يخلي الجوازة تنتهي بعد 8 سنين. المعلومات بتقول ان اغنية توتا فروتا اللي طرحتها أيتن عامر في الفترة الاخيرة هي سبب الطلاق بينهم، وده بسبب ان كلمات الاغنية جريئة جدا عن المعتاد اللي كانت بتقدمه أيتن في الفترة الاخيرة. من بين كلمات الأغنية بتقول أيتن: أنا مزة وأزة أهزك هزة عينيا بريئة ومستفزة. ولما خبر طلاق أيتن عامر بقى ترند، الفنانة تجاهلت كل الأخبار دي ونشرت على حسابها على انستجرام مقطع فيديو من كواليس أحدث أعمالها توتا فروتا. أيتن عامر كانت حريصة انها تتكلم عن جوزها في البرامج التلفزيونية اللي كانت بتظهر فيها، كانت بتقول انه بيحاول يعمل كل حاجة تسعدها، وانها مجرد ما كانت بتفكر في حاجة كان بيعملها بنظرة العين. كمان أيتن كانت ردت على سؤال وجهه ليها الفنان أمير كرارة في برنامج سهرانين، لما قال لها: لو حد جه قالك جوزك اتجوز عليكي هتعملي ايه؟ وقتها أيتن ردت وقالت: عادي جدا هطلب الطلاق ومش هعمل اي مشكلة، ودي حاجة بسيطة.